امسك حماس بقى. المقاومة، ايدين حماس متعاصة، اللفظ ده مصري، متعاصة بالدم المصري من 2013 وانت طالع، وايدين الاسرائيلي متعاصة بالدم المصري. في سني وانا عندي 10 سنين اتضربت مدرسة بحر البقر الابتدائية، واتضربت مصنع ابو زعبل. الاسرائيلي مهما طال الزمن ايده متعاصة بالدم المصري، وكذلك حماس. حماس زيهم بالظبط. انت تساوي بينهم حماس اللي الآن دخلت قتلت مصريين. افندم، انت تساوي اليوم بين الجلاد وبين الضحية. لا، مفيش جلاد وضحية، دول اتنين ظلمة، دول اتنين ايديهم متعصى بالدم المصري. قضي الامر. اوعى تكون فاكر ان انا ادافع عن اسرائيل لما بقول ان حماس منحرفة. مش صحيح. يحسبها بهذه الطريقة. الاتنين اسوأ من بعض، الاتنين اسوأ من بعض، الاتنين صهاينة، الاتنين ايديهم غرقانة بالدم المصري. هناك من يقول بأن هذا الحديث لا يقوله حتى الإسرائيليون، كيف تقوله أنت يا أستاذ أسامة؟ لا، ما هو شوف يا فندم، إذا كنت هقول الحقيقة تيجي بقى في صف ده أو في صف ده، أنا ماليش علاقة. 1 زائد 1 يساوي 2. لو الإسرائيلي بيقول 2 والحمساوي بيقول 7، أنا مالي؟ أنا شغلتي الحقيقة. 1 زائد 1 يساوي 2. ما تقوليش الكلام ده ما بيقولوش الإسرائيلي. الإسرائيلي أصلا الموضوع ده مش مطروح قدامه. نمرة 2، الإسرائيلي عنده مصيبة تانية يشربوها مع نفسهم. لكن أنا بتكلم ليه؟ لأنه 1، في مساحة اتفاق ما بين حماس وإسرائيل على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى مصر. نعم، اتفاق. كيف هذه يا دكتور؟ يا أستاذ أسامة، كيف متفقين على حماس ضد موضوع التهجير؟ أنا كل العرب ضد الموضوع. يا أستاذ مع احترامي، أتحدث عن إسرائيل وحماس مش عن العرب. إسرائيل طلبت انه مصر تاخد الفلسطينيين، وامريكا تدخلت، والاتحاد الاوروبي تدخل، وتعرضت مصر لضغوط دبلوماسيه. ومش كده وبس، ده تعرضت صفقات، مصر رفضت ده. الحمساويه انفسهم طلع منهم متحدث موسى ابو مرزوق، لا خدوا الناس، والجهاد من ارض سيناء هيدينا امكانيه اكبر. الله، انتم متفقين، هذا اتفاق. 2، متفقين على دم الشعب الفلسطيني، هذا يذبح في النساء والأطفال، والتاني بيعتبرهم خسائر تكتيكية. طب أنا أنفعل ليه؟ إذا كان دم أخوك مش غالي عليك، أنا هبكي عليه ليه؟